السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبنا، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. اهلا وسهلا بكم معانا من جديد في حلقة جديدة من سلسلة حلقات يا بلدنا يا حلو. النهارده هنزور مع بعض مدينة بتعتبر من أجمل مدن مصر على الإطلاق، واللي بتتميز بموقعها الجغرافي المتميز جدا على نهر النيل، وكمان بتتميز بشوارعها الواسعة والمنسقة والمباني الأثرية والمعمارية الزخرفية اللي في منتهى الروعة. والمدينة دي بتلقب بعروس النيل، طبعا كلنا عرفناها، وهي مدينة المنصورة. تعالوا بينا نبدأ مع بعض عن نبذة صغيرة عن تاريخ مدينة المنصورة وتاريخ نشأتها. مدينة المنصورة يا جماعة هي عاصمة محافظة الدقهلية، وبتبعد حوالي 120 كيلومتر شمال شرق القاهرة، وبيبلغ عدد سكانها حوالي 450 ألف نسمة، وبتعتبر تاني أكبر مدن الدلتا بعد مدينة المحلة الكبرى. وكلمة المنصورة يا جماعة في اللغة العربية معناها المنتصرة، واتسمت بالاسم ده بعد انتصار المصريين وشعب المنصورة على الملك لويس التاسع قائد الحملة الفرنسية الصليبية السبعة، والكلام ده كان في الفترة من 1248 لحد سنة 1254 ميلادية. أما بقى عن تاريخ نشأة مدينة المنصورة، فهي اتبنت في عهد الملك الكامل سنة 1221 ميلادية، وهو بيعتبر أحد ملوك الدولة الأيوبية، وكانت معروفة أيامها باسم جزيرة الورد، لأنها كانت بتحاط بالمية من 3 جهات، وكان بها أكبر حدائق ورد في مصر كلها. وتغير اسمها بعد كده للمنصورة بعد الانتصار اللي اتكلمنا عنه من شوية، واللي اتعرف بعد كده باسم معركة المنصورة. تعالوا مع بعض نبتدي بأهم معالم مدينة المنصورة، وهو دار ابن لقمان، واللي اتسمى بالاسم ده نسبة لقاضي المدينة في الوقت ده، واللي كان اسمه القاضي المصري إبراهيم بن لقمان. ودار ابن لقمان يا جماعة هو متحف موجود في مدينة المنصورة، وهو أشهر دار ارتبط به التاريخ الإسلامي، لأنه شهد أسر الملك لويس التاسع ملك فرنسا بعد معركة شرسة بالقرب من المنصورة، واللي كانت آخر الحروب الصليبية على الشرق العربي، واللي قاد جيش المسلمين في الوقت ده ضد الصليبيين المملوك بيبرس البندقداري. والكلام ده كان بعد وفاة الملك الصالح نجم الدين أيوب، وهزمهم في معركة المنصورة وقتل أخو الملك لويس التاسع. وكان وقتها الملك لويس على بحر أشموم طناح في طريقه للمنصورة، وبعد ما وصل الملك توران شاه واستلم القيادة قطع عليهم كل الطرق واستولى على السفن والذخيرة كلها، واضطرهم للرجوع لدمياط. لكن قوات المسلمين ما سكتتش وطردتهم وهجموا عليهم في بلد اسمها ميت الخولي عبد الله التابعة حاليا لفرسكور، وتم أسر الملك لويس التاسع وتسليمه للقاضي إبراهيم بن لقمان قاضي المنصورة، واللي اشترطوا قبل إطلاق سراحه بتسليم دمياط وجلاء الحملة عن مصر، وكمان دفع فدية كبيرة علشان يسيبوه هو والضباط اللي معاه.
اما المسجد التحفة اللي قدامنا ده فهو جامع النصر، وبيعتبر من اكبر المساجد الموجودة في محافظة الدقهلية، واللي اتبنى على ايد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر سنة 1954، وكان على مساحة 4000 متر مربع، وايامها كان اسمه مسجد جمال عبد الناصر، لكن اتغير اسمه في عهد الرئيس الراحل محمد انور السادات وبقى اسمه مسجد النصر الكبير، وده كان بعد انتصارات اكتوبر سنة 1973، وبيتميز بشكله المعماري والزخرفي الرائع زي ما احنا شايفين كده، وهو موجود حاليا في شارع الجيش، وهو من اهم واشهر شوارع مدينة المنصورة. والمسجد بيتسع في صلاة الجمعة لحوالي 5000 مصلي، وده علشان مساحته الكبيرة والمميزة واللي جعلت منه مسجد مميز وتاريخي في نفس الوقت. المكان اللي انا موجود عليه دلوقتي حاليا اسمه كوبري طلخة، وكوبري طلخة من اهم المعالم التاريخية اللي بتميز مدينة المنصورة، وهو الفيصل الوحيد بين مدينة المنصورة ومدينة طلخة. وهو واحد من اهم المنشآت التاريخية اللي موجود في مدينة المنصورة، واللي تم انشاؤه سنة 1950، يعني بقاله حوالي 73 سنة، واللي نفذته شركة انجليزية وعملته في اقل من 3 سنين بس، وهو اكتر حاجة بتميز مدينة المنصورة، وبيمر عليه يوميا الملايين من الناس والعربيات وغيرها من وسائل المواصلات المختلفة. اما الكوبري اللي انا واقف عليه ده فاسمه كوبري القطر، او زي ما بيسموه اهل المنصورة الكوبري القديم، وهو كمان بيعتبر همزة وصل من مدينة المنصورة ومدينة طلخة. وبيرجع تاريخ انشائه لسنة 1913، وكان ضمن مشروعات اللورد كوشنر المندوب السامي البريطاني ايام الاحتلال البريطاني المصري، واللي تولد تنفيذه شركة بلجيكية، وهو بيخدم محافظة الدقهلية وبيربطها عبر شبكة السكة الحديد بمحافظة الغربية ومحافظة دمياط. والميدان اللي موجود قدامنا في الصورة دلوقتي ده يا جماعة هو ميدان ام كلثوم، وهو بيعتبر احد اهم معالم محافظة الدقهلية، وموقعه في قلب مدينة المنصورة، واللي ارتبط اسمه لسنوات طويلة باسم سيدة الغناء العربي ام كلثوم، اللي كلنا طبعا عارفين انها من ابناء محافظة الدقهلية، وبالتحديد في قرية طماي الزهايرة التابعة لمركز السنبلاوية. اما المنطقة دي فهي مجمع مستشفيات جامعة المنصورة، واللي بتشتهر بها مدينة المنصورة لانها بتعتبر من اهم القلاع الطبية الموجودة على مستوى الشرق الاوسط كله، لانها بتقدم الخدمات الطبية المختلفة لجميع المرضى في جميع التخصصات. كده حبايبنا بتكون جولتنا النهارده خلصت من قلب عروس النيل مدينه المنصوره الجميله، ويا رب تكون حلقتنا النهارده عجبتكم، بس يا ريت ما تنسوش تدعمونا بلايك للفيديو واشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد، واشوفكم في حلقه جديده ومدينه جديده من سلسله حلقاتنا الحلوه يا بلدنا يا حلو. مع السلامه.